جاهز؟ نقول كلام مختلف من منظور جديد. ان شاء الله. طيب اخر بقى سؤال وبعد كده هننتقل على الجزء الثاني. تعالى نفكر مع بعض. لو انت النهارده عن في جزء تاني. بتاع الموظفين بقى الغلابه دول عايزين هم برضه الموظفين مش ملايكه. يعني احنا بنشوف المواضيع من منظور مختلف علشان بس نثري هذا اللقاء، 100%. لانه الاداره اتهرست واتعملت كتير جدا في اللقاءات. احنا خلينا نتكلم على الحتت اللي هي ايه اللي فيها صعوبه. اوكي. النهارده عندك برضو في التيم بتاعك ممكن يكون في واحد مميز في التيم بتاعك، انت شايف ان هو ممكن يبقى صاحبك، ممكن يبقى قريب منك شويه. بتتعامل معاه ازاي من غير ما تديله حاجه زياده ومن غير ما تضرب منظومه الفيرنس او العدل ما بين الناس، وبرضه انت بتحبه لانه او يعني هو شخص جدير بالثقه بتاعتك. بتتعامل معاه ازاي؟ او الصح كمديرين يتعاملوا معاه ازاي؟ هي مش اذا صح واذا غلط، يعني في كتير ايام بيكون عندك حدا ممكن يكون اصحاب انت وهالشخص من قبل ما يصير عندك بالتيم. ممكن تكون كونت هالعلاقة الصداقة هو وهالشخص عندك بالتيم. م. اوكي. وهالشي يمكن يكون واضح وصريح ومبين قدام كل العالم. alright، يعني اللي هني موجودين عندك بالتيم. فأهم شغلة انك انت كليدر تطلع بالسيتويشنز وبالطريقة اللي انت عم تتصرف فيها معه. اوكي. لا بدك تكون كتير منيح معه زيادة عن اللزوم، بدك تتصرف معه مثل ما بتتصرف مع غيره. بدك تعطيه ريورد بيز على نفس الكرايتيريا اللي بتعطيها لغيره. واذا هو احسن واحد، اذا هو عم يعمل 150 و160 تنقول هو سيلز وعم يعمل 150 و160%، اوكي، وتاني كوارتر في حدا عمل 130% وهو عمل 160%، مش مفروض تعطيه دايما هو الاورد. عم تفهم شو قصدي؟ بدك تكون فاهم. بس هقول لك على حاجه. احنا لو بنتكلم على اب عنده ولدين، ما ممكن وارد جدا انه يكون ولد منهم مميز عند ابوه. بنتكلم والاثنين ولاده بيميز واحد عن التاني، والتاني بيلقط على طول انه بابا بيحب فلان اكتر مني، حتى لو مش حقيقي. المقارنه موجوده. فانت النهارده التيم بتاعك اللي هم مش ولادك، فانت فعلا بتحب شخص علشان بيساعدك في الشغل، علشان شاطر في شغله، مش مهم السبب. مشان هيك برجع بقول لك بدك تحط measurements، بدك تحط كرايتيرياز، وعلى الاساس تتصرف فيها. اذا هذه الكرايتيرياز هو هالشخص he or she are meeting them fine. يعني كرايتيريا ديت او الحاجات دي واضحه للناس ومعلنه، ومش بس على الريوردينج، مش يعني ريوردنج بقى اي ريوردينج حاجه. او على كل شيء. سو هذه الشغله كتير مهمه، تكون كونسيستنت وتكون واضح بالكوميونيكيشن تبعك مع كل العالم، انه هدول القصص البوزيتيف وهدول القصص النيجاتيف، هاي القصص الصح هاي القصص الغلط، مين ما كان يكون. هلا ايام الانسان بدون ما يحس بيعمل ميس، يعني خطوات منا مزبوطه. وقت مثلا هالشخص الفرق بينه وبين الشخص التاني يمكن مليمترات. اوكي. لا بس انت عشان شعوريا، بتحبه شايفها لا كبير. شعوريا حتى انت بتكون منك مقتنع، يعني مش عارف هذا بنسميه الانكونشس بايس. عرفت كيف؟ مشان هيك الليدر لازم يضل منتبه على هذا الموضوع ويعمل هذا الموضوع انه بالشغل نحن مش اصحاب، برات الشغل نحن اصحاب بس ما بنحكي بالشغل. تمام. ومنا هينه، لانه ايام رح تضلكم تحكوا بالشغل. صح. وصايره، وانا مرقت فيها كنت بالمطرحين. كنت انا الموظف اللي بالتيم وعندي صاحبي مع مديري، ومرقت فيها كمان كنت انا المدير وعندي موظف بالتيم اصحاب انا وياه. تمام. و... يعني والحمد لله ثابت انه ما صار في مشاكل، بس انه الاثنين بدهم ينتبهوا على هذا الموضوع، مش بس مسؤولية المدير. طب ما يمكن عشان انت اكزيكتيف كوتش وعارف الليدرشيب وبتدرس الكلام ده الكورسز وبتدي الكورسز قادر تسيطر. هل ده الطبيعي في المديرين ان هم يعملوا كده، ولا ده مش ولا دي محتاجه تدريب؟ مش لانه انا اكزيكتيف كوتش، انا اكزيكتيف كوتش من 4 سنين. م. بس انا صار لي 15 سنة يعني بالليدرشيب رولز. خدت كل المشاكل دي. عشت كتير من هذه المشاكل، وشفت حتى يعني شفت اصحاب بغير شرك، واليوم برجع بنحكي مع شرك بيكون عندهم هيك مشاكل وبنحكي فيها وبنشوف كيف نساعدهم يحلوها. وبالكوتشنج بس تكون عم تعمل كوتشنج لحدا بيحكوا معك بهدول القصص، بيفتحوا قلبهم بيخبروك شو المشاكل، قصص انت يمكن ما بتسمع فيها كل يوم او قصص سامع فيها ومارق فيها كليدر يعني. فمنا هينه بس وايام كان يصير في مشاكل. يعني انا بالحالتين اللي خبرتك عنهم كان ايام يصير في مشاكل، بس خلص في عندك ليميت، بتعرف انه انا برات هيدي الليميت المفروض ما ادخل العلاقه العلاقه الشخصيه. الصحبه العلاقه الشخصيه فيها.
وبالعلاقه الشخصيه بعرف انه انا لانه هذا بالشغل ما مفروض خليها تاثر على العلاقه الشخصيه، ومش دائما بتزبط. مم. مش دائما بتزبط. sometimes you might lose friends because of this. ايه اكبر حاجة مفهوم غلط وكارثي عند الموظفين عن مديرهم؟ يعني ايه اكبر حاجة بتشوفها انه الموظفين عاملين حاجة غلط وشايفين ان مديرهم شياطين عايزين يمصوا دمهم ويستعبدوهم؟ شوف انه في كتير اشياء، يعني مثلا آه، اول شغله ممكن نفكر فيها انه مثلا يعتبروا انه المدير بيعرف كل شيء او عنده الحلول تبع كل شيء. ان انا احط مديري في حتة هو فاهم كل حاجة. ومش مزبوط، لانه ما في حدا بيعرف كل شيء. ولو شو ما كان، حتى لو عنده كل الهارد سكيلز وكل السوفت سكيلز وكل الهيومن سكيلز، ما في حدا هيك. سو هاي الشغله يعني الاكسبكتيشن من ايام من التيم ممبرز تكون كتير عاليه. ايام بيكون عندهم هالديسابوينتمنت، انه مديري ما بيعرف او مديري مش قادر يساعدني. هلا المدير الشاطر حتى لو ما بيعرف بده يروح بيجرب يروح يجيب يجيب الاجوبه المعلومة. تيعطيها. بس situation happen، هذه misconception دائما موجوده عند التيم ممبرز. او مثلا بالنسبه لهم كمان شغله ثانيه ممكن نفكر فيها، انه غير انه بيعرف كل شيء، بس انه هذا الشخص انه عنده preference لحدا، او ما بيفضلني او ما بيحبني بس بيحب حدا تاني. مم. او انه بيعمل discrimination لانه في تنقول صبيه او صبيتين بالتيم وفي 10 شباب. هول الاشياء دائما بتصير، بس كلها منا بالضرورة موجودة. أيام بتكون موجودة وأيام لا. بس التيمز دايما بتفكر. يعني أنا بعرف في سيتويشن مرة صارت بعرف فيها، مش عندي أنا بس مع شاب رفيقي، اكتشف إنه التيم تبعه فاتح واتساب جروب من غير المدير. من غير المدير، ده نهارهم ابيض. وبيتسلوا وبيحكوا وبيخبروا عن أشياء و... وبتصير. مم. وهو أخذ الموضوع بعدين بعد عرف أخذ الموضوع بكل يعني بساطة وبتاع. بساطة ومزح وكل شيء. بس إنه موتهم بعدين ولا؟ لا. بس بتصير. عرفت كيف انه دائما هذه الاشياء بتصير بالشرك. وحتى ايام المدراء عندهم كمان انه مسكونسبشنز على التيم تبعهم. يعني مثلا آه، ممكن تحكي مع شخص دائما حديثه معك امتى بدي اخذ الزودة، امتى بدي اخذ البروموشن، امتى بدي كذا. وممكن تصير تحس انه كل العالم هيك بتفكر لانه في شخص هيك بيفكر. مم. وايام في اشخاص اكيد بتهمهم البروموشن، اكيد بتهمهم زودة المعاش، بس اذا بتجي بتقول لهم ثانك يو لانكم عملتوا هذا الشيء المنيح او كبير عنده. اعطيتهم هداك، بالنسبه لهم هي اهم. اه يطلع على وبينطروا ميتنج بينطروا تطلع تقول ثانك يو بس كفايه. بس فعرفت دي كيف. المفاتيح اللي انت اتكلمت عليها في اول حاجه في الانتليجنت ليدرشيب، في الاسسمنت اللي بتعملها، 100% بتفهم المفاتيح بتاعت الشخصيه. 100%. فهذه الاشياء كتير مهمه، انه التيم ممبرز كمان ما يكون عندهم هالمسكونسبشنز ودائما ما يعملوا هالاسامبشنز، والعكس صحيح. يعني الليدر كمان لازم يفهم التيم تبعه. وبنرجع بنحكي عن موضوع الايموشنال انتليجنس وكيف اثنين سوا بيقدروا يعملوا هالرابور بيناتهم to avoid situations where هداك. بس ما again ما في شيء بيرفكت وما في شيء مثالي، كله رح يضل موجود. وبالنهاية كيف تتعامل مع الوضع هو كيف بتطلع آخر شيء من المشكلة. تعرف اكبر مشكله حصلت لي في وقت من الاوقات وانا في شركه، يعني اللي انه الشركه قررت ان انا تعملني تيم ليدر على التيم اللي انا كنت بشتغل معاه عشان مديرنا اوكي. مشي. فهم بيختاروا اي حد اختاروا ان انا التيم ليدر انا كنت متخيل ساعتها انه الاداره حاجه سهله، ما انا هعمل نفس اللي كان مديري بيعمله. لقيت نفسي بقع في مطبات، في مشاكل، وده ما كانش بيحصل مع مديري زمان. ليه؟ اكتشفت بعد كده انه من اصعب الحاجات انك تبقى مدير على ناس كانوا في يوم من الايام زمايلك. انت القصه دي مريت بيها ولا لا الاول؟ أنا مريت فيها بسيتويشن مرة واحدة. مره واحده. مرة واحدة وهي اكشلي مرة واحدة فيها كان شخص زميلي ورفيقي، وبذات الوقت شخص كان مديري بشركة تاني. مديرك بشركه تانية؟ م. بقيت انت مديره؟ بقيت أنا مديره. ده سخريه القدر ده كده. وأول شغلة عملت 1 to رفضته؟ 1 مع اكيد رفضته. أكيد لا. اكشلي من هذا الشخص، وانا دائما بتمنى له الخير، لانه من هذا الشخص تعلمت كتير. وقت اللي حطيت مره بلاك ليست ووايت ليست عن الاشياء المنيحه والاشياء هو المش كان في الوايت منيحه، ليست؟ هو من العالم يلي تعلمت منه كتير قصص بالوايت بس ليست. هو قبلها ازاي؟ قبل انك تبقى مديره ولا ما كانش عنده هذا ولا اللي عم كان لك اياه، مجبر؟ هذا اللي عم لك اياه. هلا هو كان مجبر، بس ما في شيء بيتركه، ما في شيء بيجبره يبقى. امم عرفت كيف؟ في بس مع الشخصين عملت 1 to 1، يعني عملت معهم ميتينج
انا وياهم وحكيت بالموضوع وخبرتهم شو الاكسبكتيشنز وانه انا انه مزبوط هذا الوضع منه وضع بيصير كل يوم. ده استثنائي جدا يعني انك تبقى مدير بيصير كل يوم، منه وضع بيصير كل يوم، بس نحن رح نتعامل مع هذا الوضع بشكل ما خليهم هن يحسوا انه في مشكلة، عرفت كيف؟ وما خليهم يحسوا انه انا جاي انه مثل ما قلت لك مع هالانتايتلمنت انه انا صرت مديركم يعني انتم بتعملوا اللي بدكم اياه. بالعكس جيت من منظور انه انا I'm very happy وكتير proud انه انا رح اكون عم بشتغل معهم بنفس التيم وليدنج ذس تيم، وانا اكشلي متكل عليهم هن هم تيساعدوني اللي كيف هيعملوا ندير كل هذا التيم. بالعكس انا خليتهم يشوفوا انه هن empowered، مش بس خليتهم سمعتهم اياها بالحكي، بالعكس اعطيتهم اكشنز. enough empowerment تهني يكونوا يعني integral part of the team ونشتغل كلنا سوا بإيد واحدة. الحديث ما كان هين وبتبليش الحديث ولا نهاية الحديث كانت هينة، بس الحمد لله يعني بهيدي السيتويشن يعني we prevailed.